كذلك الوضع بالنسبة لبروكسل عاصمة بلجيكا بعد أن حقق المنتخب المغربي انتصارا على منتخب بلجيكا، هو ينهي الشوط الأول متقدما بهدف دون مقابل في شوط أول رائع من الارتقاء الجميل كابتن محمد أبو تريكة النصيري إلى العرضية الرائعة من البديل الممتاز يحيى عطية الله. يعني شوط مميز، الفريق الافضل متقدم في النتيجه. هو المنتخب المغربي بيلعب بطريقه ذكيه يا محمد، بينرفز المنتخب البرتغالي، حارمه من المساحات، حارمه من الوقت، واستغلال الاطراف دايما اللي موجوده عند يحيى وعند حكيمي، فمقدم شوط مميز مختلف عن اسبانيا. ولما بالكوره ما بيخافش يروح لقدام وباكبر عدد من اللاعبين، وده ميزه كويسه قوي. هو ما بيشتتوش يا محمد، تمريره القصير، الخروج من الدفاع بالكوره، التدرج السريع، ايقاع الكره السريع، تغيير اللعب من الشمال لليمين، فمدوخين البرتغال ومنرفزين وسبعات وكعوب وبتاع، فدي تعصب الفريق المهاري، الفريق اللي متعود دايما